السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفاز القمر دي بطريقة سهلة جدا من الصلصال الفوم. تابعوا معايا الفيديو للاخر. هستخدم هنا كده صلصال الفوم وده بيكون شكله وبيجي مع الادوات دي للتشكيل. هنستخدم الثلاث الوان دول وهنستخدم السطح البلاستيك ده. في الفكرة القمر دي هستخدم درجتين من اللون الاصفر، بس ممكن تستخدموا درجة واحدة عادي. وهبدأ كده بقى ان انا اطلع حتت من الصلصال واحطها على السطح البلاستيك، وبالشكل ده كده عملت 20 قطعة وهبدأ ان انا اكورهم. وبعد ما كورت كل القطع اللي عندي هبدأ كده بقى ان انا اعمل الفازة. فهثبت الاول 4 وحدات في بعض عشان اعمل القاعدة، وبعدين بعد ما اخلص القاعدة هبدأ بقى كده ان انا اعمل الوش بتاع الفازة او المظهر الخارجي بتاعها. فهثبت 4 برضو في بعض، فهيكون الشكل الامامي فيه 6 وحدات بالشكل ده كده. وهعمل كده برضو في الظهر وفي الجوانب، وباقي الكور كده هبدأ ان انا اثبتها في بعض عشان نعمل الفازة اكبر شوية. وطبعا الكور بتتثبت معاكم بكل سهولة، يعني مفيش داعي ان احنا نستخدم لزق خالص. وده شكلها. هستخدم قطع من الصلصال البينك 8 قطع، وهبدأ كده ان انا افردهم بالمسطرة بالشكل ده. بعدين هثبت كل واحدة ورا التانية عشان نعمل وردة، وهبدأ كده ان انا الفها بالشكل ده وهتتكون معانا الوردة بكل سهولة. وده هيكون شكلها. وهطول الزيادات دي كده عشان نقدر ان احنا نثبتها في الفازة. وبعدين هستخدم قطعة من الصلصال الاخضر وهبدأ ان انا اشكلها على شكل ورقة شجر، وهبدأ كده ان انا اثبتها في الوردة من الجنب بالشكل ده كده. وهثبت واحدة كمان، وعملت وردة تانية بنفس الطريقة بالظبط. هبدأ بقى كده ان انا اثبتهم في الفازة من الجزء اللي احنا طولناه من تحت ده، وهيتثبتوا معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده اهو. وخطوة اختيارية هثبت هنا فصوص، وده هيديها شكل احلى بكتير. وبس كده خلصنا الفكرة القمر بتاعتنا. شكلها بسيط جدا وسهلة من الصلصال الفوم، يعني اي حد مبتدئ هيقدر يعملها. ممكن بقى تستخدموها كديكور على المكتب او تحطوا فيها مغناطيس وتثبتوها على التلاجة. شكلها روعة في كل الحالات. لو عجبكم الفيديو ياريت تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان ده بيشجعني اني استمر. وما تنسوش تسيبولي كومنت برأيكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.